أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم في برنامجكم الرياضي جلسة رياضية. طبعا اليوم خصصنا الحلقة تحديدا لمباراة نجوم الخليج والتي ستقام غدا على نادي السالمية في الساعة 8 مساء تأبينا للمرحوم ذياب عوانة. في البداية باسمي وباسمكم رحب بضيوفي بالاستديو. معنا لاعب المنتخب السعودي ناصر الشمراني. ابو علي صباحك الله بالخير وشاكرك على تلبية الدعوة. ادري سهرناك قلت نام مبكر انت. والله دائما انام بدري بس ضغطوا علي اليوم عشان اجي البرنامج. الله يطول. لكن ما عندك مشكله، اليوم بحاول اني اسهر معك. الله يسلمك. مشكور يا ابو علي، دائما ذخر ما الله يعطيك العافيه اخوي سطام، وموفق طال عمرك مع المنتخب والنادي. ايضا معنا طبعا صاحب المبادره والفكره مدير شركه هاتريك عبد الله حمدان. عبد الله صباحك الله بالخير، يعطيك العافيه على مجهودك، وما شاء الله اليوم اللي طاف يقولون ما نمت انت عكس. الله يعطيك العافيه ابو علي، اصبح عليك وعلى الساده المشاهدين جميعا. للامانه اي والله كان عندنا صراحه شغل كثير يعني في اليومين اللي طافوا، والله يقوينا ان شاء الله انا والمجموعه اللي وياي ان شاء الله ان احنا نقدر يعني توفق في هذا الحمل الكبير يعني اللي احنا حملناه يعني. ان شاء الله. ابجيك عبد الله، ابدا وياك ناصر. طبعا اول شيء نرحب فيك طبعا بلدك الثاني، احنا وياكم شيء واحد اخوان. اتمنى طبعا للمنتخب السعودي التوفيق في تصفيات كاس العالم. المباراه الجايه يمكن امام تايلاند ان شاء الله. انا بشوي فكره، يمكن اخوان جتنا تويتر اسال ناصر عن استعدادات المعسكر، استعدادات المباراه الجايه، وضعكم في المنتخب السعودي الاسعارات القادمه قبل ما نخوض في مباراه الغد. والله اول شيء يعني ان شاء الله انه راح نبدا معسكر ان شاء الله التدريبي في بدايه تقريبا في بدايه العيد، يعني في اول يوم في العيد او ثاني يوم. فان شاء الله راح يكون ان شاء الله استعداد جيد، واعتقد انه المجموعه اللي حاليا موجوده شبه صار بيننا انسجام. فاتمنى من الله ان شاء الله انه يوفقنا، وراح يكون استعداد ان شاء الله من احسن ما يكون، خاصه قدام تايلاند وبعد منتخب عمان. فاتمنى من الله ان شاء الله انه يوفقنا المباراه. وبالتوفيق احنا نتمنى لكم. طبعا يقول لك التصفيات كاس اسيا واسيا ما تحل الا الاخضر موجود. اي والله. الله يسلمك. ناصر لا تجامل عبد الله، بس اول شيء ابيك الفكر يوم من اتصل عليك وقال لك فكره هو لازم بلعب فيه شويه. ايه مباراه نجوم وهذا التجمع انت تأيده في المستقبل، والله تقول والله احنا مزحومين دوري مختلف، لكن طبعا مبادره جميله من شركه هاتريك، تجميع عدد كبير من النجوم، لعب مباراه وديه حبيب، يمكن حتى اللاعب نوعا ما شوي يخف عليه الضغط النفسي، خاصه انت كلها تلعب مباريات رتم. لاعب يمكن تشوف واحد من الامارات قطر شوي تغشمرون، بوريك بعدين السوالف هذه. فاقول لك يعني عبد الله يعني ما قصر، وقلتها له من قبل في السياره، يعني مو هو مجاملتهم في وجهه ولا مدح، يعني صعب تمدح الرجال في وجهه، لكن الامانه هو الممكن اول صاحب فكره خاصه في مستوى الخليج، ويعني هو يمثل شركه هاتريك، لكن هو صاحب الفكره وصاحب البادره، وصراحه اشكره. وما ادري يعني هو راح يستمر على الفكره هذه ولا بيغير بعدين ولا عشان عنده شركه بعدين بيغير السياسه. لكن عبد الله بالعكس يعني جمع عدد كبير من اللاعبين، وعلى راسهم لعيبه كبار، يعني مثال ماجد عبد الله، عدنان الطلياني، بخيت، فهد خميس، لعيبه كبار، واحتمال يجي مارادونا. فيعني اشكر عبد الله على المجهود الكبير هذا اللي قدمه، وبكل امانه يعني ما اقدر وش اقول له غير نقول شكرا يعني، ومباراه خيريه، واتمنى انها تكون مو بس يعني مباراه بكره، اتمنى انها تكون مباريات يعني في الايام الجايه او كل نهايه موسم رياضي، يعني يجمع اللعيبه الخليجيين، يروح الدخل للجمعيات الخيريه، للجمعيات، جمعيات انسان يعني. فاتمنى بصراحه ان عبد الله يستمر على البادره هذه. وانت ايضا نفس الشكر موصول لك ناصر على قبولك الدعوه، انت ملتزم مرتبط في المباريات. ارجع وياك عبد الله طبعا بلا شك واحد لو يفكر انه يجمع نجوم الخليج منتخبات، يلا يجمعون بعض نجوم الخليج وتجمع اسماء كبيره ولاعبين نجوم. اول شيء تكلمنا شلون بدات او فكره هذه المباراه، وشلون استطعت انك تكون هالتوليفه، خاصه الاسماء الضخمه اللي جت، يعني يمكن ما ذكر ناصر لاول مره يتم تجميع هذه الاسماء. للامانه ابو علي، اول شيء الفكره كان بيني وبين زميلي الصحفي غازي الشريف الامانه، وايضا كان بين استشرنا فيها يعني اخواننا مثل اخوي عبد الله وبران، ايضا وصلت فيه سبيت خاطر وحمدان الكمالي، يعني الاصدقاء المقربين للاعب. الفكره بدات بعد العزاء بيومين، يعني ان احنا نسوي هذا الحفل. فانت عارف اذا احنا ما استعينا في هذا الشيء معناته الشيء راح يبرد في قلوب الجماهير. فاحنا حددنا ان الفتره تكون سريعه. للامانه انا مجرد ما اتصلت في اللاعبين واساطير كره القدم في الخليج، للامانه ما حد رفض هذه الفكره، ومنهم ناصر ومنهم ماجد عبد الله والثنيان والدايع والكثير من النجوم، الكل ايدني، الكل ساندني، الكل وقف وياي من اللاعبين بالذات يعني للامانه. وايضا مشكور عبد الله وبران الامانه رئيس اللجنه المنظمه لهذه المباراه،
بذل جهد كبير صراحه في تسخير جميع اللاعبين، اللي احنا في لاعبين ما تربطنا فيهم علاقات شخصيه وفي لاعبين تربطنا فيهم علاقات شخصيه. للامانه الحمد لله يعني الكل ايد والكل حضر، وانا اقول لهم مشكورين يعني على هذه الدوره. وانت مشكور على طبعا مبادرتك وقيامك بهذا. يمكن الافكار واجد بس صعب التنفيذ. عبد الله تعطيني ملخص عن برنامج الغد. المباراه الساعه كم؟ فريق، دخول الملعب، وين في المباراه، الاستاد، القنوات الناقله. طبعا كل هذه الاسئله بتجي على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي. اول شيء انا اشكر الشيخ طلال الفهدي على رعايته لهذه المباراه، واشكر الدكتور عبد الله طريجي على توفيره نادي السالميه لنا وكافه انحاء نادي السالميه للشركه المنظمه لهذه المباراه. المباراه حتكون على نادي السالميه ان شاء الله الساعه 7:30. بدايه البرنامج راح يكون طبعا كلمه لوالد اللاعب، طبعا هو واخوانه راح يكونوا موجودين ان شاء الله، وصلوا اليوم بالسلامه. بالاضافه الى كلمه الشركه المنظمه، بالاضافه الى رثاء في اللاعب، بالاضافه الى فيلم وثائقي مختصر عن حياه اللاعب، بالاضافه لدخول الفريقين ومشاركه في المباراه. طبعا انا اتمنى من الجماهير ابو علي، شوف الجمهور الكويتي جمهور وفي، ودائما ما يثبت انه هو وفي في هذه المناسبات وهذا التلاحم الخليجي. يعني الامانه انا وايد شباب قالوا لي، او وايد ناس سالوا ليش احنا ما سوينا تكريم في الامارات، او ليش ما سوينا تكريم حق شخص كويتي. انا اقول ذياب عمانه هو ولد الكويت قبل ما يكون ولد الامارات يعني، فهذا شيء مو غريب علينا. بعدين الشيء الثاني احنا ما حطينا تكسب مادي من وراء هالشيء، لان ريع المباراه كلها راح يروح للجان الخيريه يعني. فاتوقع يعني المفروض من الجماهير الرياضيه ان هي تقدر هذا الجهد، لان هذا شيء باسم الشعب الكويتي كافه يعني. كلام جميل منطقي وموفق ان شاء الله. الساعه كم المباراه؟ 7:30 ان شاء الله. 7:30 او 8؟ 7:30 نبلش الحفل يعني ان شاء الله. 8 المباراه تبدا الساعه 7. 8 راح تبدا المباراه ان شاء الله. دخول التذاكر راح يكون توزيع ولا تباع من الان؟ لا تباع، صار لها 3 ايام في نادي السالميه من 9 صباحا. شلون الاقبال؟ والله الحمد لله في اقبال يعني اكثر من جيد يعني. ايضا في اقبال، احنا انصدمنا في اقبال من الامارات والسعوديه على هذه التذاكر، لدرجه ان الطيارات فل يعني. في نجوم الامانه يعرضوا نفسهم انهم يشاركون في هذه المباراه، وهذا شيء يعني طيب يعني يحسب لهم من الامانه. ما احنا لاقينهم حجز يعني انهم يكونوا موجودين، بس ان شاء الله تنحل معنا المشكله باكر ان شاء الله. عبد الله المباراه راح تنقل اي قنوات عشان للامانه راح تكون ناقل القناه 3 الكويتيه الرياضيه، بالاضافه الى قناه ابو ظبي ودبي. بالاضافه احنا خولنا قناه ابو ظبي طبعا في المجان ان هي توزع هذه المباراه على جميع القنوات من غير حقوق ماليه. احنا هدفنا الانتشار، هدفنا الكل يشارك، هدفنا الكل يشاهد يعني. في ناس تقدر توصل، في ناس ما توصل لها، فهذا يعني كانت فكره اللجنه المنظمه من البدايه يعني. اي نعم باذن الله. برد وياك ناصر بس باخذ اتصال هاتفي. دائما ترى الاتصال احنا نجي على اليمين، العب شمال لما تجي يمين. فارس سياف. فارس صبحك بالخير. طبعا اخونا فارس سياف لاعب منتخب الكويت السابق ورياضي طبعا متابع من الدرجه الاولى. صبحك الله بالخير يا ابو تركي. صباحك الله بالخير وعلي، الله يعطيكم العافيه. صباحك الله بالخير ان شاء الله انتم ضيوفك الكرام. بس انا في سؤال بودي اوجهه حق اخونا عبد الله حمدان. تفضل. اول شيء نبارك له عرس اخوه اللي الله يبارك فيك يا ابو تركي. لكن هل المهرجان تم عرضه على انديه ثانيه ولا بس على نادي السالميه؟ لان في صراحه يعني في كلام انه تم عرضه على انديه ثانيه اقامه المباراه في ملاعبهم ورفضوا. هل هالكلام صحيح ولا بس؟ عرض تقام ابو تركي يعني المباراه تقام على ملاعبهم او ان عرض على استضافه؟ لا يعني هل صاحب المهرجان تم عرض المهرجان اقامته على ملاعب ثانيه غير نادي السالميه او بس نادي السالميه؟ احنا بس استفسارنا من النقطه هذه بس. وصل السؤال اخ تركي. تسلم طال عمرك على المداخله. الجواب عندك عبد الله. الامانه احنا عرضنا الحفل، اخترنا نادي النصر في البدايه انه يكون يستضيف هذه المباراه، وقدمنا كتاب حق مجلس الاداره للامانه، وبعدين بعد 3 ايام جاوبونا انه ما عندهم استطاعه يعني. انا ما ادري شنو جدولهم ولا شنو تمارينهم، بس انه رفضوا انه يقيم المباراه على ملعبهم لظروف خاصه يعني لهم. ايضا التمس لهم العذر، يمكن نعم. الاخوان عندهم مباراه وعندهم تدريبات. ناصر يمكن جاني واحد من الاخوان سؤال انا اسمه في تويتر، هو مجنون نادي الشباب صراحه قبل المنتخب السعودي، يقول ليش ناصر مره فوق مستواه ومره تحت، مره فوق ومره تحت. يقول ناصر حتى الوسط ما يعرفه، يا يتألق يا يكون على قولتهم مهدي شوي على حسب السوق زي الاسهم. الاسهم ها. يا احمر يا اخضر يعني. لا يعني بكلمك بصراحه يعني الموسم هذا ممكن بادين بدايه طيبه وماشيين يعني لين دحين فاحسن ما يكون في الدوري السعودي، فاللي ينقصنا تمويل من الوسط يعني، ولا ناصر زي ما هو يعني
السنه اللي راح ولا السنه هذه ولا السنه الجايه زي ما أنا يعني، بس ان ينقصنا السنه ذي الوسط يعني شوي يعني ما هو زي يا لطيف قصدك. والله يا لطيف يعني يعني هذول اللاعبين يعني ما اقدر اقول فيهم الا الله يعطيهم العافيه يعني داخل الملعب، وما انسى برضو زملاء اللاعبين يعني كلنا مكملين لبعض داخل الملعب، بس يعني شويه ينقصنا النص. اتمنى انه يتجاوب شويه مع الهجوم عشان نجيب كم هايل من الاهداف. بالتوفيق ان شاء الله. الاخوان يقولون بدي قاعد تليفون اللي جبت جول على منه؟ كل ما تجيب جول ترفع السماعه. والله من كثر ما يقولون دق تليفون صرت الايام دي ادق بالقطاره. لا كله ظاهر واتساب وتويتر. لا 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 والله هذه الحركه يسويها ولدي اللي يسويها. اي نعم باذن الله. طبعا نريح بناخذ تقرير عن المرحوم ذياب عوانه ونرد نواصل وياكم ان شاء الله، وايضا بنواصل مع اخواننا الضيوف الثانيين بالاستوديو. مشاهدينا الكرام الزملاء في الاعداد اعدوا تقرير عن المرحوم ذياب عوانه، ناخذ هذا التقرير ونرجع نواصل وياكم باذن الله. ذياب عوانة هو لاعب بني ياس، واسمه الكامل ذياب عوانة أحمد حسين المصعبي، من مواليد 8 أبريل لعام 1990. وقد برز ذياب مع ناديه بني ياس بشكل لافت في موسم 2008-2009 بالدرجة الأولى، وذلك ليجعل الجميع يتكلم عن موهبته. وهو بعمر 19 ربيعا فساهم ذياب بشكل كبير في صعود الفريق لدوري المحترفين، وبرز مع منتخب الإمارات ببطولة كأس آسيا للشباب عام 2008 والتي كانت من نصيب الإمارات. أما عن أسلوب لعبه ومهاراته فتمت مقارنته بزهير بخيت، والذي أعلن بنفسه ذياب عوانة هو خليفتي في الملاعب. اشتهر ذياب بركلته الترجيحية والتي سجلها أمام منتخب لبنان في لقاء ودي عندما سجلها بالكعب، وإثر ذلك تم استبعاده من المنتخب الإماراتي قبل أن يتم الاستدعاء مرة أخرى للأبيض استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم 2014. فنصح الجهاز الطبي للإمارات عوانة بالراحة إثر إصابة طفيفة. وفي الطريق من العين إلى أبو ظبي اصطدمت سيارة عوانة بشاحنة فوافته المنية مباراة التأبين، والتي ستقام يوم غد الاثنين في 8:00 مساء على استاد ثامر في نادي السالمية. ستشهد مشاركة العديد من النجوم لتأبين عوانة، ومن بينهم النجم العالمي والحاصل على الكرة الذهبية وأفضل لاعب بالعالم كانافارو، ومحمد الدعيع، وسعيد العويران، وعدنان الطلياني، ويوسف الثنيان، وغيرهم الكثير. وستكون المباراة بين منتخب نجوم السالمية ومنتخب نجوم الخليج والوطن العربي والعالم، وسيذهب ريع المباراة كاملا لمجموعة من الجهات الخيرية. فرحمك الله يا ذياب. أشكر زميلي غازي شريف وفهد شمر على هذا التقرير، وأبدأ مثل حيث ختم فهد رحمك الله ذياب عوانة. كلمة توجهها ناصر، طبعا الناس كلها قامت بالسيارة تستخدم بلاك بيري، تويتر إلى آخره، بيبي، سوالف تتسوق. للأمانة في ناس واجد ضحايا، حتى عندنا بالكويت الأسبوع اللي طاف أحد الزملاء توفى أيضا، طبعا من أصدقائنا مو من الوسط العام الرياضي، بسبب هذا الحادث إنه كان لاهي بتويتر، الله يرحمه. كلمة توجهها للناس أو نصيحة؟ والنصيحة إنه الواحد يعني خلاص يعني تسوق السيارة ركز في السواق يا أخي، تقعد تمسك الجوال وبلاك بيري ورسائل ومسجات وشوية يقولون الله يرحمه، عارف هذه مشكلة بصراحة. فالواحد يعني انتبه لنفسه. يعني الكثير يقولوا لي ليش يعني ما تراسلنا ولا بلاك بيري؟ خلاص لما أكون فاضي أفضل بلاك بيري صح، لكن لما أكون ماني يعني فاضي أسوق ولا أكون مشغول والله ماني فاضي البلاك بيري. الله كريم. عبد الله، الصعوبات اللي واجهتك طبعا أنت بصفتك مدير شركة طبعا غير حكومية أو غير اتحاد ولا غير رسمي، تبي تنظم حدث مثل هذا بروحك، صعب أتوقع. يمكن بعض الإخوان ساعدوك بصفة شخصية، علاقات نتكلم شفافية، ما وقفت وياك لا اتحادات ولا هيئة ولا لجان، ممكن علاقاتك وعلاقات بعض الزملاء هي اللي كونت هذا الفكر اللي وصلت. إن شاء الله نتمنى لك النجاح بكرة والتوفيق. صراحة نحييك على هالبادرة، كانت لك بادرة في السابق تكريم شيخ المبلغين خالد الحربان، وأيضا لك عدد كبير من المبادرات، لكن الصعوبات اللي واجهتك الأمانة في هذه، وتكلم بكل شفافية. ليش؟ احنا الإعلام أصبح مكشوف،
ما عاد في شيء ناس قبل وتقول تحفظ ما تحفظ، الامور مكشوفه. في صعوبات واجهتك؟ احد حاول يعرقل؟ اسمعني يقول لك والله في كتب طلعت تاخرت من هذه الامور. ابو علي الامانه احنا واجهنا كثير من الصعوبات، يعني انا ما بتكلم من جهات حكوميه، انا بتكلم من شارع رياضي، يعني حرب شرسه واجهنا. يعني انا ما ادري ليش ما يبون المباراه تقام، يعني مع ان المباراه يعني باسم الكويت مو باسمي انا شخصيا. انا اشوف احنا ردود، في الزين حق اشوف ردود كانت في الشارع زين، يعني ما كان في ردود قويه يعني من خلال متابعتي انا شخصيا، ما ادري عاد اللي صاير خلف الكواليس. ابو علي طبعا احنا في الزين حق الكويت وفشينا على ارواحنا، تعرف هالشيء. للامانه احنا واجهنا وايد صعوبات يعني صراحه ما يتحملها اي انسان للامانه، بس بتكاتفنا الحمد لله واصرارنا على هذا الشيء ان احنا راح نقيم المباراه ان شاء الله، واقمناها يعني. وايضا نادي السالميه مشكورين ساعدونا، عبد الله وبران بالعلاقات الخاصه الحمد لله ساعدنا، انا بعلاقاتي الشخصيه ساعدنا، الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نتكاتف يعني. وبعد ابو علي في شيء مهم، ان المباراه خيريه، يعني هذا المفروض ان الكل يتعاطف مع هذا الشيء، يعني حتى لو في امور ما تصير المفروض ان هم يسهلونها لنا ويساعدونا فيها عشان احنا نقدر نقيم المباراه هذه. النجوم هذه ابو علي والاساطير ما تجمعت لا في العرض ولا في اعتزال ولا في افتتاح استاد ولا اي شيء، يعني احنا سوينا شيء يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى وجهود الاخوان، يعني صعب تكراره في يعني في اي يوم يعني راح في المستقبل يعني. بس الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب ان شاء الله بتكاتف اللجنه ان شاء الله القائم على هذا الحفل، وان شاء الله يطلع الحفل يعني بالصوره المتواضعه اللي احنا رسمناها له ان شاء الله. الله كريم وموفق ان شاء الله. جميل. ناصر طبعا انت يشرفني تكون ضيف وياي بالاستديو وبرنامج. بالعكس انا اتشرف والله للامانه، لذلك انا ما راح اخليك عاد الحين بنطلع شوي من مباراه خيريه عاد ببدا وياك امور فنيه. ناصر الفتره الماضيه تفوقت شرق اسيا على غرب اسيا بشكل كبير، يعني بشكل كبير اكيد، مو يعني تقول منتخب ولا منتخبين، لا المنتخب السعودي ولا الاماراتي ولا القطري ولا حتى الايراني صحيح قدر نجاري، لا المنتخب الكوري ولا الياباني ولا الاسترالي اللي هو طبعا ما يعتبر من شرق اسيا، يعتبر من ايضا منتخب الاوزبكي نوعا ما، منتخب التايلاندي يمكن تعادل وياك، منتخب الاندونيسي احرج صحيح. منتخبات خليجيه. تفوق الكره الاسيويه بوجهه نظرك كلاعب دولي ومتابع ومشارك في عدد كبير من المباريات، هل هو بسبب الاحتراف اللي يقام بشرق اسيا او بسبب الاحتراف الهش اللي بعضه سماه احتراف الهش عندنا بالخليج؟ ليش صار الفارق الكبير اللي احنا الحين نبحث التعادل، نبحث عن النقاط، نبحث عن الاهداف، التسجيل قبل نفوز 3 و4 و5؟ والله ممكن زي ما قلت انه المنتخبات خاصه شرق اسيا تفوقوا علينا احنا كغرب اسيا. يعني اول كنت اتذكر سواء اي منتخب من الخليج، يعني خاصه المنتخب السعودي والكويتي يعني والاماراتي كانت من اقوى المنتخبات، كانوا يفوزون دائما على شرق اسيا بالخمسه بالسته بالسبعه. دحين اتحدى المنتخب، اي منتخب من غرب اسيا يفوز على منتخب شرق اسيا 5 أهداف او 4 أهداف. 1-0 يلا راضي 1-0 ويلا، واوقات ما تفوز تتعادل. المشكله انه العالم قاعد يتطور على قدام، احنا نرجع لورا. يعني في دروب في مستوى الكره، في دروب في مستوى الكره، يعني هو ما تدري الدروب من فين بالضبط. هو في نجوم في نجوم يعني في كل دوله تلقى فيها نجوم وفيها مواهب، يعني دول الخليج احسن ما فيها انها ما تنقطع منها المواهب، ما شاء الله تبارك الله متوفر على طول ولاده. فالمشكله ما تدري من وين بالضبط. انا اتذكر منتخب تايلاند في سنه من السنين، المنتخب السعودي فاز عليه في تايلاند وفي السعوديه بال4 وبال5، دحين صار متعادل مع تايلاند. المنتخب البحريني فاز على اندونيسيا بشق الانفس في اندونيسيا ب2-0. ليش نروح بعيد شرق اسيا؟ عندك منتخب لبنان احرج 6 وتعادل مع، الحين منتخب لبنان متعادل مع منتخب الكويت، فاز على الامارات وفاز على الامارات، فهذه مشكله بصراحه نواجهها. طيب ناصر، تلقيت عرض خارج السعوديه، انا سمعت فتره من فترات انك كنت بتروح الدوري الاماراتي. صحيح. كلام صحيح؟ كلام طلع معلومات عنك شويتين. هالاخوان بالاعداد غازي قاعد ترمي بالاخبار. كنت بروح قبل فتره، يعني كنت بطلع دول الخليج يعني. والسبب يعني ليش؟ او خليني اسالك بشكل عام، او ما بيتخصص السؤال عليك، يمكن في حرج عليك او شيء. ضيف عندنا طبعا احنا دائما نحرج بعد 3 حلقات. لا ما عليك. لا طلعت 3 حلقات لك الساعه وساط احمدي على قولتهم. ليش اللاعب السعودي ما يطلع خارج السعوديه؟ للامانه، هل الدوري السعودي يعني اقوى من الدوريات؟ بلا شك هو الدوري الاول على المنطقه، لكن ايضا في انديه تلعب دوري ابطال اسيا، تقول مثل نادي الجزيره، نادي القادسيه في السابق، انديه كويتيه، انديه قطريه. يمكن انا العب طموح العب دوري ابطال اسيا، ممكن انا نادي بنادي سعودي على مثل نادي القادسيه السعودي، بطلع العب دوري ابطال اسيا، حق مشروع لي. ليش ما يطلع اللاعب السعودي؟ والله شوف، يعني ممكن انا الشيء اللي بلقاه برا بلقاه داخل السعوديه، بلقاه في فريقي،
وانا ممكن لي وضع في فريقي، لي مثلا كاريزما خاصه في هذا النادي ما اقدر اني اطلع، عارف. لكن متى ما النادي هذا انا مثلا ما وفر لي الشيء اللي ابغاه صدقني راح اطلع يعني. لكن الحمد لله نادي موفر لي كل السبل يعني داخل النادي، فهذا الشيء اللي خلينا نتمسك في انديتنا يعني. هذا السبب يعني. لكن طموح خارجي صعبه. والله مو صعب، لانه اكلمك بصراحه يعني البعد له دور يعني. طالما انا باخذ الشيء اللي انا ابغاه فاقعد في ديرتي احسن لي، عارف. لذاك المحل استقرار. ايوه. راضي عن مستوى الدوري السعودي في بدايه هذا الموسم؟ والله دورينا السنه هذه قوي بصراحه من البدايه. ليش؟ ولا عشانكم انتم متصدرين؟ لا مو عشان نادي الشباب متصدر، لا قوي الدوري. قوي السنه. وبدليل النتائج، خاصه في الجولتين الاخيره نتائج بصراحه ممكن كانت ما هي متوقعه، لكن هذا دليل ان الدوري قوي. وانا اتوقع الاسابيع الجايه قبل اخر الدوري صدقني راح تشوف، خاصه ان اخر الدور الاول تشوف يعني مفاجآت كثير ان شاء الله. طبعا لرد الدوري السعودي قوي بلا شك راح يعم على المنطقه الخليجيه بشكل عام، على المنتخب السعودي. عبد الله يمكن كلمه اخيره او دعوتك للجمهور غدا قبل ما نختم، او ما راح نختم بالعكس بندخل ضيوف ثانيين مرتبطين بالمهرجان. نعم. الامانه انا اتمنى من الجمهور الكويتي انه يحضر ويساند اهل الامارات في هذه المباراه الخيريه. للامانه انت عارفين مثل ما قلت لك الرأي راح يكون خيري باذن الله. وجمهور الكويت معروف انه جمهور عاطفي وجمهور وفي وجمهور يعني دائما ما يقدر هذه المناسبات للامانه، واتمنى حضورهم الالعاب وانا متفائل فيهم وايد صراحه. الله يسلمك. وابو علي شاكر لك على حضورك اليوم. عندي كلمه اخيره انا بس. وكلمه اخيره اذا حاب تقولها. انا اول شيء اشكر الاخ عبد الله يعني على التجمع اللي سواه في المباراه الخيريه هذه، وما هي غريبه يعني بصراحه. يعني عبد الله ما يمثل يعني نفسه، يمثل اهل الكويت، وهذا الشيء مو غريب عن اهل الكويت، واهل الكويت برضه يمثلون دول الخليج بلا شك. فاتمنى يعني من الجمهور الكويتي ومباراه على ارضهم، فاتمنى انهم يملون الملعب بكره ولا ينسوا انها المباراه اصلا خيريه. الله فاتمنى حضورهم. شاكر لك يا ابو علي على قبولك الدعوه، وبالتوفيق ان شاء الله مسيرتك مع نادي الشباب مع المنتخب. الله يعطيك العافيه. وسعيد بتواجدك وياي اليوم صراحه، ولكن راح يكون لنا لقاء ثاني ان شاء الله. انا والله قد شايف نفسك انا قبل صراحه. لا بالعكس سمعتك سابق فيك. الله يخليك ابو علي. الله يطول عمرك. مشاهدينا الكرام طبعا متواصلين وياكم، راح يكون ضيوفنا طبعا بالاستوديو متعلق في المباراه لاعبي المنتخب البحريني اسماعيل عبد اللطيف ومحمود عبد الرحمن رينجو. راح نتواصل وياكم، ناخذ هذا الفاصل نرجع نواصل وياكم باذن الله.